السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة اليوم هنتكلم بإذن الله تعالى عن مرحلة خطيرة جدا من مراحل الرحلة إلى الدار الآخرة، وهي مرحلة في الحقيقة كلها فزع وخوف حينما يخرج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، وهي مرحلة البعث والنشور. ومرحلة البعث والنشور إلى أرض المحشر هي من المراحل العظيمة في هذا اليوم الكبير وهو يوم القيامة، وهي في الحقيقة أولى مراحل الدار الآخرة بعد الانتهاء من الحياة البرزخية، فنسأل الله تبارك وتعالى السلامة في هذا اليوم، اللهم آمين يا رب العالمين. ومرحلة البعث والنشور سوف نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى، راجين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، فابقوا معنا وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلا شك ولا ريب أن هذه المرحلة من المراحل العظيمة، وهي مرحلة البعث والنشور. والبعث هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بأجسادهم وأرواحهم بعد أن كانوا رميما، يعني بعد الإنسان ما بيتحلل في قبره آلاف السنين ومئات السنين، يخرجه الله تبارك وتعالى بروحه وجسده مرة أخرى للحساب. والنشور هو خروج الناس من قبورهم إلى أرض المحشر للحساب والجزاء. قال ربنا تبارك وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم تأتي مرحلة النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور النفخة الثانية، فتعود أرواح العباد إلى الأجساد مرة أخرى، ويقوم الناس من قبورهم. قال تبارك وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعموا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ أو فينفخ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إزاي أتنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر النفخة. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة خروج الناس من القبور. يقوم الناس من قبورهم فزعين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، كما بدأهم الله تعالى أول مرة، ويخرجون من كل مكان دفنوا فيه، وتعاد أجسادهم كما كانت. سبحان الله العظيم. طب يا شيخ، واحد مات في البر ومات في البحر، واحد مثلا أكلته الحيتان، سبحان الله، كل الناس إلى أرض المحشر يأتون. قال ربنا تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون مسرعين إلى ربهم للحساب. سبحان الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، رواه البخاري ومسلم. ثم يتوجه الناس إلى أرض المحشر بعدها، تبدل الأرض غير الأرض، وتسطح أرض المحشر، ويساق الناس إليها للحساب. تكون أرض المحشر بيضاء نقية كالفضة أو كخبزة نقية لا علامة فيها لأحد، أرض جديدة أول مرة الناس تمشي عليها. قال الله تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. رواه البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك أن يذهب الناس إلى أرض المحشر لهم أحوال. هناك في أرض المحشر ليس كل الناس في الحال سواء. يجمع الناس على أرض المحشر في يوم شديد الهول، تدنو الشمس حتى تكون قريبة من رؤوس الخلائق مقدار ميل. سبحان الله. يعرق الناس في عرقهم بحسب أعمالهم، يغرقون في عرقهم، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نسأل الله السلامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيكون أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ويدنى الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. رواه مسلم. ثم ينادى بعد ذلك للحساب، ينادى كل أمة بنبيها وكتابها، سبحان الله العظيم، ويعرض الناس على الله عز وجل، وتنشر الصحف وتنصب الموازين. يقول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. سبحان الله العظيم. حينما تنشر الصحف وتنزل كل إنسان في أرض المحشر تنزل عليه صحيفته، فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه، ومن الناس من يأخذ صحيفته بشماله، ومن الناس من يريد أن يضع يده اليسرى خلف ظهره لتنزل صحيفته في يمينه فتنزل صحيفته خلف ظهره، يريد أن يتحايل على الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأنى له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت ذنب كذا وكذا. رواه البخاري. ربنا سبحانه وتعالى يضع يده على كنفك أو على كتفك ويقول لك ويقررك بذنوبك. سابعا، ثم بعدها تأتي الأدلة على وقوع البعث والنشور، لأنهم قالوا قبل ذلك: ليس هناك بعث ولا نشور، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن هناك هذه مرة ثانية. وكنا نريد أن نحسن سبحان الله نوصل إلى هؤلاء المنكرين الذين يقولون بعدم البعث والنشور إن الناس يوم القيامة يتبرؤون من بعضهم. الذين كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى يقولون يوم القيامة بعدم شركهم لهم، إن احنا ما كناش قلنا لكم تعبدون والكلام ده كله. والمستضعفين يقولون سبحان الله العظيم هؤلاء أضلونا والكلام ده كله. ومن السنة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. رواه البخاري. والذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته، يكرر تكرار قدرة الله سبحانه وتعالى في إحياء الأرض بعد موتها دلالة على بعث الإنسان. فهذا البعث والنشور مرحلة عظيمة جدا وخطيرة، تظهر قدرة الله تبارك وتعالى وعدله. وفيما تبدأ فصول يوم القيامة، وكل عبد من العباد سيقف أمام الله تبارك وتعالى يحاسبه على الكبير والصغير وعلى النقير والقطمير، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قال الله تبارك وتعالى:
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فهذه هي مرحلة البعث والنشور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.